اهم ماتش النهارده، اهم من الناحيه الفنيه، لان ماتش المنتخب الاولمبي مع المنتخب المغربي هو الاهم من الناحيه الجماهيريه. انما من الناحيه الفنيه الزمالك في الفتره الاخيره ماشي حلو جدا مع اوسوريو، بيعملوا كرة بتستند الى مهارات شيكابالا وقدرات زيزو ونبوغ حسام عبد المجيد، حتى في قياده الدفاع. في شغل كتير قوي بيتعمل جوه نادي الزمالك، خلى الهجوم بتاع الزمالك يخوف اي حد. وقبل ماتش الاهلي هو محتاج يواصل الاكتساح ده. في المقابل علي ماهر بيعرف يلاعب الفرق الكبيره، ولسه متعادل مع الاهلي من غير اهداف، يعني لم يقبل اهداف، وهو بيعرف يقفل الملعب كويس. فالنهارده هنشوف هجوم يقابله دفاع منظم. الماتش كمان له اهميه لانه فيوتشر فارق عن الزمالك نقطتين، وفي المركز الثالث، والزمالك رابع. طبعا الرابع والثالث والثاني بالنسبه للزمالك زي الاهلي ما ينفعوش، انما ده الواقع. الزمالك في المركز الرابع محتاج يبقى الثالث، لانه طبعا الثالث احسن حالا من الرابع، رغم ان الاثنين هيروحوا الكونفدراليه. يعني حضرتك عاوز تقول ان ماتش الزمالك وفيوتشر اهم من ماتش الاهلي والاتحاد النهارده من الناحيه الفنيه ومن ناحيه النقط في ترتيب الجدول، لانه ماتش ترتيبي، ماتش هيقول انه ده الثالث وده الرابع. اما الماتش الاهلي والاتحاد فالمركزين مستقرين، مهما كانت نتيجه الماتشين هيبقى مركزين الفرقتين مستقرين، مفيش فيهم تغيير ولا في قلق اصلا عند الفرقتين. الماتش الاهم من الناحيه الجماهيريه هو مباراة منتخبنا الأولمبي قدام المنتخب المغربي الأولمبي. أهمية المباراة دي تكمن في إنه طبعا بنبارك للمنتخب ولكل القائمين والاتحاد الكورة كمان، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاتحاد الكورة بيتهاجم كتير قوي على اعتبار إنه في خلل في المنظومة في أكتر من جانب، إلا إنه في اختياراته للمدربين بتوع المنتخبات أنا أحب أشيد بيهم وأقول إنه في مسحة من الهدوء بتحيط بالمنتخبات، وده بدأت آثاره تظهر. بدأنا يبقى في استقرار فني في الملعب. المنتخب الأولمبي هو مش أحسن حاجة في البطولة من الناحية الفنية، في مشاكل كتير. حمزة علاء نجم الفريق وده حارس المرمى، يعني احنا بنتهاجم كتير إلا إنه ناجح وما دخلش فينا ولا جون. احنا أقوى دفاع في البطولة، لكن عندنا 3 جوان جايبينهم في بطولة كاملة، ما ينفعش. قليلين، ما ينفعش انت هتلعب النهارده النهائي قدام جماهير بعشرات الالاف. دي انا خايف على لاعبتنا منها، وان كان الروح اللي هيبثها الجهاز المعاون للمدير الفني ان شاء الله تؤتي ثمار، ولكن لازم نبص على فكره هيلعب ازاي الماتش، هيلعب ازاي الماتش من الناحيه الفنيه. طيب عايزين حضرتك تقول لنا ازاي الاداره المحترفه بتاثر في نتائج الفرق والمنتخبات. ده يخليني ارجع للجزئيه اللي كنت لسه بقولها، انه مجلس الاداره لما اختار صح الجهاز الفني ده جيب تاثير ايجابي. بدانا نشوف استقرار. حضرتك عندك حق في الكلام ده. الاداره المحترفه لسه قدامها الفتره المستقبليه، في ظل شح في المواهب عندنا في مصر اللي ظاهره، اللي بتوصل. ودي قضية كبيرة جدا. الناس اللي بتوصل مش كلهم موهوبين زي الناس اللي ما بتوصلش. لازم نشوف قنوات أخرى توصل المواهب الحقيقية لشاشة التلفزيون. لو نزلنا في الدرجات اللي تحت هنلاقي لعيبة ممتازة جدا مش واخدة حقها. لو اللعيبة دي خدت ربع الإمكانيات المتوفرة للفرق الكبيرة هنشوف منتخب، هنشوف كذا نسخة من المنتخب. الإمكانيات دي مش بس